الشيطان عدو للإنسان، ليس من جنس بني آدم أحد إلا وقد وكل به أو سلط عليه شيطان ووكل به ملك، فالملك يأمره بالخير والشيطان يأمره بالشر. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أنت يا رسول الله مثلنا، يعني وكل بك ملك وشيطان؟ قال: نعم، ولكن الشيطان الذي وكل بالنبي صلى الله عليه وسلم أعانه الله عليه، يقول: أعانني الله عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، وليس معناه أنه أصبح مسلما، بل المراد أنه أذعن واستسلم ولم يعد يأمر إلا بالخير، وذلك لأن الله تعالى عصم نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يتسلط عليه الشيطان فأعانه عليه، كما أن الله تعالى سخرها سليمان أحد أنبياء الله تعالى، سخر الله له الشياطين وذللهم له وصاروا يعملون عنده. يقول تعالى: ومن الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. سخرهم الله لسليمان، وأما نبينا عليه السلام فذلل الله له ذلك الشيطان فلم يعد يأمره إلا بخير. أما جنس بني آدم فإنه كل